سلام معكم كيما نصان. اليوم حنقدم لكم خبيزات تاع خبز المنفوخ بفرينة القمح الكامل، راح يكونوا صحيين وبزاف بنان. عندي هنايا كاس ونص تاع الماء يكون دافي، ملعقه تاع خميره كيميائيه ونصف ملعقه تاع سكر. انا كان عندي سكر بني، ديروا نتوما سكر عادي. ودرت هنايا كاس تاع فرينة القمح الكامل. راح نخليهم هكذايا يتفاعلوا شويه واحد مدة 10 دقائق. شوفوا بعد ما تفعلوا لي ضفت الملح ورايحه نزيد نكمل نضيف الفرينه. فوالا العجينه ما تكون تتلاصق، ما تكون يعني بزاف عاصيه، يعني تكون شويه طريه كي طموها. فوالا وزدت لها ملعقه تاع زيت زيتون في الاخر، يعني باش في حين راح ندير هنايا فيونداشي. درت له الثوم ودرت له ملعقه تاع نصف ملعقه تاع لاموطارد، ودرت له فقط الملح وشويه فلفل كحل وكمون فقط برك. فوالا وجمعت قايتك الخليط مع بعض. في حين هذيك لاباط تاعي راهي خمرت لي، دوكا نديغازيها قايتك ونديرهم كريات صغار. شوفوا انا داولي 12 حبه هكذا بهاد الكريات صغار. تحبوا نتوما تزيدوا ديروهم صغار على اللي درتهم انايا، زيدوا ديروهم. عاونتوا روحي بيان سور بالفرينه، لازم تعاونوا روحكم بالفرينه باش ما تلصقكمش ديك العجينه. خلوها هكذا، حليتهم هكذا وخليتهم شويه فقط. من بعد على طاوه درتهم تكون نار بزاف قويه وتقعدوا تقلبوهم في كل مره تقلبوهم. هذا هو السر باش يعني يتنفخوا لكم ويخرجوا لكم هكاك بومبي. فوالا النار تكون سخونه وتقعدوا تقلبوا في كل مره، راح ينتفخوا لكم يعني بسهوله. وهذه الوصفه بزاف هايله. فوالا تما تاكلوا اكل صحي، خبز صحي وتعمروهم يعني باش حبيتوا. انا كان عندي هنايا قلت لكم فيونداشي، ومن بعد درتهم يطيبوا. درت شويه تاع زبده. فوالا بعد ما طابوا لي درت لهم شويه غويار من الفوق. وهاوليك الخبز تاعي، شوفوا كيفاش يكون فارغ لداخل. فوالا وهامليك درت لهم الغويار. ومع داك درت لاصوص اللي درتها درت بفرomage ريجيم فرماج، ودرت الهريسه وشويه تاع البصل ورحيتهم كاع مع بعض، وراح يجي بزاف بنين. وعمرت الساندويتشات تاعي ودرت هذيك البطاطا ما قليتهاش، درتها في الار فراير. وتحبوا نتوما تغلوها اغلوها. فوالا لانه انا درت ساندويتشات صحيين وما كانش عندي شلاضه، بصح جا قراف بنين. ما تنساش اللي عجبتكم الوصفه تشتركوا معايا في القناه ولا في الصفحه تاعي، يعني نحط كل الوصفات مكتوبه. مع السلامه.